3 2 بروباجندا، الدعاية، الترويج، التبشير، البروباجندا بالإنجليزية بروباجندا كلمة تعني نشر المعلومات بطريقة موجهة أحادية المنظور وتوجيه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثير على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص، وهي مضادة للموضوعية في تقديم المعلومات. البروباجندا في معنى مبسط هي عرض المعلومات بهدف التأثير على المتلقي المستهدف. كثيرا ما تعتمد البروباجندا على إعطاء معلومات ناقصة، وبذلك يتم تقديم معلومات كاذبة عن طريق الامتناع عن تقديم معلومات كاملة، وهي تقوم بالتأثير على الأشخاص عاطفيا عوضا أو عن الرد بعقلانية. والهدف من هذا هو تغيير السرد المعرفي للأشخاص المستهدفين لأجندات سياسية، فهي سياسيا تعني الترويج، واقتصاديا تعني الدعاية، ودينيا تعني التبشير. بمنظور آخر، البروباجندا أو البروباجندا بس بالغين تعني الكذب المتعمد الذي يهدف إلى التسفيه. وكمثال على ذلك، لو أنك وجدت الكثير من المقالات عن موضوع واحد وكلها تخلو من سطر واحد من الموضوعية أو مصدر المعلومات، فهذه بروباجندا. لمعرفة المزيد يمكنكم مطالعة كتاب أرض السافلين. صورة على الشمال دعاية فرنسية من الحرب العالمية الأولى تظهر قيصر ألمانيا اسمه إيه؟ فيلهلم الثاني، وهو يعض العالم. أصل الكلمة آتي من اللاتينية، حاجة مش عارف أقراها، والتي تعني مجمع نشر الإيمان أو مجمع نشر الإيمان، وهو مجمع قام تأسيسه البابا غريغوري الخامس عشر في عام 1622. يقوم هذا المجمع على نشر الكاثوليكية في الأقاليم، وتعني بروباجندا باللاتينية نشر المعلومات دون أن يحمل المعنى الأصلي أي دلالات مضللة. المعنى الحالي للكلمة نشأ في الحرب العالمية الأولى عندما أصبحت مصطلح مرتبط بالسياسة. تاريخ الكلمة في صورة على اليمين وظفها معمر القذافي على نطاق واسع في ليبيا. تاريخ الكلمة يعيد المفكر الإعلامي الألماني كلاوس ميرتن أصل الدعاية إلى أرسطو في كتابه الخطابة. ويرى الباحث برهان شاوي أن الكثير من قصص العهد القديم وتعاليمه يمكن تفسيرها كنصوص دعائية، فهي تحتوي على كل ما يمكن أن تحمله الدعاية من مضامين ووسائل وأهداف، فهي تقدم التبريرات وتمنح الشرعية لأي أفعال عدوانية ضد المخالفين في الرأي أو العقيدة والجنس والقومية، وذلك باسم الإرادة الإلهية وشعب الله المختار. وفي المرحلة الإغريقية كانت الدعاية تنحصر في السياسة الداخلية بإقناع الخصوم السياسيين والمفكرين، بينما كانت في السياسة الخارجية تعني خلق صورة للعدو من أجل توحيد الصف الشعبي من خلالها، والاستفادة في تأجيل الكثير من المطالب الملحة للشعب، ومن أجل منح الشرعية للحروب ولتحقيق الأطماع التوسعية وإقامة الإمبراطوريات. فالهيمنة والاحتلال والانقلابات السياسية جميعها تبحث عن الشرعية وعن التمويل، ولا يمكن ذلك بدون الدعاية، كما يؤكد برهان شاوي. ده الراجل اللي قاعد بيقول كل الكلام ده. وفي العصر الحديث
استعملت كلمة البروباغندا خلال حرب 30 عاما التي شهدتها أوروبا ما بين الأعوام 1618 إلى 1648. فخوفا من انتشار أفكار مارتن لوثر تشكلت لجنة كنسية للدعاية. وعندما قامت الثورة الفرنسية امتلكت الصحافة سلطة جبارة في التأثير على الجماهير، مما دفع السياسيين لاستخدامها كوسيلة أساسية في الصراع السياسي. في بتاع ناقص كلمة غلط. وفي الحرب العالمية الأولى أسس الرئيس الأمريكي ويلسون لجنة دعائية ساهم في عضويتها كبار المفكرين والمنظرين الأكاديميين أمثال جون دوي، فالتر ليندمان، الكلمات صعبة قوي أنطقها وهي مكتوبة بالعربي. كما تأسست في بريطانيا وزارة للدعاية التي أخذت على عاتقها مهمة تحريض الشعب الأمريكي ضد الألمان. أما الشيوعية فلم تفرق بين الدعاية والتحريض، وأصبحت تعني وسيلة لتهديم الأفكار البرجوازية ونشر الأفكار الاشتراكية. في صورة على الشمال ألاسكا death trap for the Jap. حرب بتاعت اليابان وأمريكا، حرب عالمية تانية. استخدام الكاريكاتيرات السياسية الساخرة لغرض رفع معنوية الأمريكيين في زمن الحرب العالمية التانية. شكرا. أساليب البروباغندا. تتشارك الدعاوى التقنية ذاتها مع الإعلان والعلاقات العامة. فالإعلان والعلاقات العامة يمكن أن تصنف على أنها دعاوى لمنتج أو علامة تجارية وأفراد وكذلك منظمات، والتي اصطلح على تسمية الكلام ده مين اللي كاتبه؟ على تسمية هذا النوع من دعاية بروباغندا المعاصرة تستغل التقنيات الحديثة للتأثير في الرأي العام وتوجيه أفكار وقرارات الناس السياسية والاجتماعية وحتى دينية، وذلك باستخدام تقنيات وأساليب سيكولوجية عديدة. من أهمها إيه بقى؟ القولبة، التنميط، وتسمية الأشياء بغير مسمياتها، وأيضا إطلاق الشعارات والاعتماد على الأرقام والإحصائيات ونتائج الاستفتاء والاستفادة من الشخصيات اللامعة، والتظاهر بمنح فرص الحوار والتعبير عن الرأي لجميع الاتجاهات. على الشمال في سيارة تبث الدعاوى السمعية في كوريا الشمالية. على اليمين في بوستر We can do it، البنت اللي عاملة عضلاتها دي ملصق خاص بالحرب يدعى نستطيع فعل ذلك، استخدم لتشجيع العمال في ويستنج هاوس للمحافظة على الإنتاج الحربي. أنا قررت أعمل سيريز جديدة في البودكاست هتعلم فيها إزاي أقرأ عربي، علشان أنا اللغة عندي بايظة، فهقرأ مقالات من ويكيبيديا هحسن العربي بتاعي. شكرا ليكم.